يا اهلا يا اهلا يا مرحب باهل الدار يا مرحب. والله بقيت انا عندكم ضيفة يا اهل البيت. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. إيه انا صراحة لسه صاحية من النوم. إيه وسبتهم في البلكونة صراحة فترة عشان اعرف انام. حبستهم في البلكونة حوالي 3 ساعات عشان اعرف انام. لان هما يعني بيعملوا هرج كتير قوي، بيهرجوا كتير قوي، ويقعدوا يعني جريتهم فظيعة. ويقعدوا يجروا ورا بعض، بتجيلهم ساعات طوفة كده، يقعدوا يجروا ورا بعض ويتنططوا ويطلعوا على السرير وينزلوا مش عارف. فالعيال قالوا لو ما حبستهمش هنمشيهم مش عارفه ايه، مش عارفين ننام. قلت لهم خلاص، وفعلا حبستهم. عشان نعرف ناخد قيلولة من النوم شوية. بصراحة احنا مش بالليل على فكرة، احنا بالنهار، بس عشان كنا صاحيين بدري جدا، يعني مش عارفين نتوازن الا لما ننام يعني قيلولة شوية. فحبسناهم بقى عشان نعرف ننام. كلهم هنا كده متجمعين، والواد بيبسي اهو. تعالي كده نشوف فتحية بتعمل ايه. فتحية يعني انا كنت سايباها يعني في البلكونة التانية لوحدها. بصراحة هي اللي بتختار، ما بتحبش تقعد في البلكونة الصغيرة خالص. بتحب تقعد في البلكونة كده الكبيرة، عشان البلكونة الكبيرة فيها العصافير والحمام. وهي اصلا لما انا جبتها من وهي طفلة كده كانت قاعدة في البلكونة الكبيرة، فمش مستغرباها، بالعكس هي بتحب تخش تقعد معاهم كده كل فترة. بتحب تقعد معاهم كده ساعتين 3، بتحبهم قوي. حتى ما خدش منها على الحمام والعصافير يعني. لا كويسة يعني، أمينة هي. ماشي، مش عارفة الباقي فين كده، أشوف كده. كوكي قاعدة مع العيال جوه كده في الأوضة، فقلت بقى أسيبهم براحتهم، وكارلا قاعدة على المطبخ براحتها برضه. تعالي بقى نشوف الجمال والحلاوة. انتوا عارفين طبعا ان كارلا هنا اتجننت بقى، وكل شوية تاخد العيال هنا وهنا، ومش مستقرة خالص. فعملت ايه بقى؟ انا عندي الكنبة اللي هي الصغننة دي كده، حطها تحت السفرة، شايفين؟ يعني هي سفرة اهي، انا حاطه الكنبه دي تحت السفره. فحطيت العيال كده فيها صندوق ومديحه، خفت لحسن ندوس عليهم. وحطيت حتى المسند اهو بتاع الركنه، وهنا برضو مخده اهي، وده مفرش يعني برمته كده ولفيته برضه عشان ما يقعوش اهو. وفرشت لنا برضه حتى مخده كده، حرصت عليهم يعني، حتى ما ايه يعني، يشدوا حيلهم شويه كده يشموا نفسهم ويعرفوا بقى يدافعوا عن نفسهم. انا خايفه لحسن ندوس عليهم ولا حاجه. ادي صندوق نايم، بصوا. بنت مديحه دي هتطلع قمر يا جماعه. صندوق مفيش. بصوا فتحيه جايه تبص عليهم، قلت لهم ده ايه ده بيتكم الجديد ده ولا ايه؟ يلا ماشي، هسيبهم بقى واروح انا اشوف كده اللي ورايا، لحسن نمنا كتير النهارده بقى. يلا سلام يا جماعه.